مرحبا، كيفكن؟ رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من مسلسل سلمى. ملخص الحلقة 74. بتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك لحتى نستمر. نترككم مع أحداث الحلقة. لما غلطت الدكتورة وفاء بذكر اسم جلال يلي هو مثل اسم زوج سلمى. بهذا الوقت سلمى بتركض بتجيب صورة جلال من جوا، وشادي كمان بيكون عم يسمعون، فبيقول أنا قلت لكم إني شفت بابا جلال. تيجي سلمى بتقلها إنه هذا الشخص يلي شفتيه. بتقلها والله شفته لثواني ما دققت فيه، بس على الأغلب لا، هذا كان أكبر بكتير. هون هويدا بتقول اكيد هذا جلال يلي عندنا بالحاره. هون سلمى بتركب راسها بتقول خلينا نروح الحاره، بدي اشوفه لعمو نديم. هون البقيانين بيكونوا قاعدين ببيت سلمى، وهيفا بتخلي الاولاد يفوتوا لجوا على الغرفه حتى يلعبوا. دكتورة وفاء بتصير بتعتذر عن غلطها، وبتقوم تمسك صورة جلال وبتدقق فيها. بعدين بتقول لهم والله هو نفسه يلي اجى لعند خاله نديم. عادل بيقول لهم وانا نفس الشخص يلي شفته. هون ديما بتقول لهم طيب ليش ما حكيتوا؟ بيقول لها عادل انه كلنا خبينا نفس السبب. ديما بتقول لكن لازم سلمى تعرف. بتقول له وفاء معك حق لازم تعرف، بس مو هالوق، لأنه الخبر هذا رح يأثر على صحتها بشكل سلبي. سلمى وهويدا بيوصلوا لبيت نديم وبيدقوا الباب. بتفتح له ميرنا وبتقول لهم إنه أبوه هلا أخذ دواء ونام. باللحظة اللي بيعيط نديم من جوا بيقول مين يا ميرنا؟ فهويدا بتقول له أنا إجيت لعندك. هون سلمى بتعصي وبتسحبها لميرنا من شعرها لقدام البيت وبتضربها. بتقول لها أنت الشخص الوحيد اللي بيعرف إذا جلال لساته عايش، جاوبيني. هون ميرنا بتقول لها أكيد لا، لو عايش كنت عرفت، لأنه أنا أفي بيبعد عني أبدا. هون بيضلوا بيتقاتلوا. نديم بيصير بيدور على التحاليل بس ما بيلاقيها. وميرنا بتصير بتعيط لأبوها. بيفتح باب البيت ولا بيشوف سلمى وبيفرح بجيتها وبفوت على البيت. طبعا ميرنا وسلمى هم بيلفوا بعضهم على أساس ما في شي بيناتهم وبس ما يسلموا على بعض. بيقول نديم أنا رح دق لعادل يجيب الأولاد وديما وهيفا على البيت نتعشى سوا. هم ميرنا بتنزعج إنه شو لين علاقة ديما وهيفا. بيخلي نديم سكتي هدول مثل بناتك. هون بتصير هويدا تبرر لبنتها إنه هي بس أكلها بصحته. بيقوم بيتصل بعادل وبيجوا الكل. سلمى بتفوت على المطبخ حتى تساعد أمها، وميرنا بتكون موجودة. بتقوم سلمى بتمسك أكبر سكين بالمطبخ حتى تخوف ميرنا، وبتصير تزورها، وميرنا فعلا بتخاف. بتقرب منها سلمى وبتقول لها ما كفيتي لي اللي كنا عم نحكي فيه. هون بفوت نديم بيقول لها سلمى تعي انت ما لازم تكوني هون بالمطبخ، ما بدي اياك تتابعي. بالمشهد هون بيكون جلال وسالي ورياض بيك قاعدين على السفرة. بيقول جلال في أخبار عن أمي؟ بيقول له رياض بيك لا والله يا ابني. بيقول له جلال أنا خايف يكون صاير معها شيء. وسالي بتكون متوترة لأنها بتعرف شو صاير. بالمشهد يلي بعده بيكونوا الكل قاعدين على السفرة ونديم عم يحكي عن فرحته بهاللمة. بتكون ميرنا وسلمى من تحت الطاولة عم يضربوا بعضهم ويشدوا بعض بموقف مضحك. هون شادي بيشوفون بيجي بيأشر لأخته. ثاني يوم الصبح بتكون هيفا وديما عم يحضروا الفطور. ديما بتقول لهيفا إنه صاحب البقالة ما عطاهم بالدين. بتقوم هيفا بتعصب بس بتقول لها ديما إنه عادي أساسا بكرة بناخد المصاري اللي بعتهم مالك، وهون فينا بنجيب اللي بدنا إياه. هون هيفا بتعترف له بكل شي بالقصة. بالوقت يلي بيجي عادل وبيخبرن إنه لاقى طاولة ليبيعوا فيها القمصان على البالي. المشهد الأخير بتكون سلمى بالمشفى وعم تتعالج. هون بتيجي الدكتورة وفاء لعندها وبتطمن عليها. سلمى بتصير تعتذر منها عن الموقف يلي صار قدام بيتها. وفاء هون بتخبرها إنه لازم يعملوا العملية، وبتقلها إنه الحدا الوحيد اللي ممكن يتبرع له هو ميرنا، وإنه تطابق مع أختها ما مشي حاله. هون سلمى بتصير تبكي وبتعيط إنه ليش ما خبرتوني، أنا ما بقدر أكون بحاجة ميرنا مرة تانية. وفاء بتصير تبهدلها. بتقول احمدي ربك انت لازم تفكري بالعلاج كرمال ولادي. وهون باخر الحلقه بيعرضوا لنا مشهد صغير انه زعيم المافيا رفيق لساته موجود وبتخلص الحلقه. كأصدقائي بنكون خلصنا ملخص الحلقة. أتمنى تكون نالت إعجابكم. أتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك حتى نستمر ونقدم لكم كل شي جديد.